خاصه كمان ان بدا يبقى فيه جاسوس في الجهاز الفني. جاسوس. نعم. يعني جاسوس. لقيت مثلا معلش تاني عشان انا يعني جاسوس فين؟ ده في تحقيق دلوقتي. جاسوس فين؟ في الجهاز الفني. في الجهاز الفني؟ في تحقيق بيجرى. لان في كلام بيطلع تاني. اديني معلومات. عندي مين مثلا، ما حدش ده كابتن عبد الناصر محمد بيحقق في الموضوع دلوقتي ان ايه يعني مثلا ايه قاعدين كده. الحلقه ممكن نختصرها في جاسوس في نادي الزمالك. ما انا اقول لك واقعتين. ده على لسانك كده. ايوه، ما انا اقول لك واقعتين. ايوه انا واقعتين، خليني اقول لك كده. والتحقيق حصل لان في ناس اشتكت للكابتن عبد الناصر محمد. الواقعه الاولى ان اتقال ان الراجل محلل الاداء او المترجم محمد علاء قام وراح عامل ايه؟ طلب من ناصر منسي في احدى المباريات ان هو يسخن دون علم فيريرا. اوكي. والراجل زعل وبتاع وخلى الراجل يكمل التسخين، قال له ما تعملش حاجه من غير ما تقول لي. فالراجل محلل الاداء واللي هو مترجم قال يا جماعه ده انا كده على كده جبار بقى، ده انا بعدي مدير فني. الواقعه الثانيه اللي اتقالت ان كان في تحليل اداء وقاعدين على الترابيزه وهنحلل اداء، فبيشتغل بيطلع البيانات، فقالوا ان الباقه خلصت مع الراجل ومفيش باقه، ما قدرش يحلل اداء اللعيبه، فاللعيبه قعدت تضحك. فالواقعتين دول تم نفيهم. حد يفتح له